السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ رجعت لكم بقى بفيديو جديد. زي ما انتوا شفتوا في العنوان، ده كان تالت يوم لينا في المصيف. كان اخر يوم بقى، يعني كنا بنستعد بقى خلاص وبنحضر شنطنا ان احنا خلاص راجعين. مش قادرة اقول لكم حاجة كويسة قوي لما احنا من وقت للتاني كده نحاول ان احنا نخرج من الروتين بتاع البيت والجو، الولاد والروتين اليومي اللي احنا معتادين عليه، ونخرج كده كام يوم نغير جو، تبقى حاجة جميلة جدا. الواحد بيرجع كده مغير موده ويحس ان نفسيته مرتاحة شوية. تالت يوم بقى كان يوم لذيذ قوي بقى. كناش عايزين نطلع اصلا نحضر الشنط، كنا عايزين نستمتع بكل دقيقة فاضلة معانا يعني. احمد بقى زي ما انتوا عارفين هو بيحب البحر وبيفضله عن البسين. وهنا احمد برضو انتوا هتلاقوا طبعا المايوهات بتاعتنا هتلاقيها متكررة في كل فيديو. لان احنا كان كل حد فينا اخد مايو او اتنين معاه يعني. بس انا بكتب لكم بميز لكم يعني اول يوم من تاني يوم كده في العنوان بتاع الفيديو زي ما انتوا عارفين. هنا بقى احمد بقى ايه كان عايز ينزل يلعب في البحر شوية هو وايتن، زي ما انتوا شايفين. على فكرة ايتن الراسطة بتاعتها عايزة اقول لكم ان الشعر من فوق كده، من المقدمة كان عامل تقصيف جامد جدا. زي ما انتوا عارفين انا ما كنتش حابه ان انا اعمل لها راسته، بس عايزه اقول لكم يعني ما انصحش اي حد ان هو يعمل لاطفاله راسته خالص، لان هي بتعمل نسبه تقصيف عاليه جدا في الشعر. او هي ليها نوع شعر معين ممكن تكون بتنفع تتعمل فيه يعني. وفي شعر ممكن ما مش ما ينفعش ان هي يتعمل راسته. مش عارفه وجهة نظري صح او غلط، بس ده اللي انا شفته بعد ما عملت لها شعرها، ان بقى فيه تقصير كتير جدا لان الشعر ما بيتسرحش بصورة يومية يعني. زي ما انتوا شايفين بقى بحر الغردقة وجماله. هنا كان الغروب وكان خلاص بقى يعني معظم اللي في المكان بيطلعوا بقى عشان خلاص بيغيروا ويستعدوا ينزلوا العشاء. زي ما انتوا شايفين هنا كان في مراجيح للأطفال، وكان في حاجات شوية ألعاب حلوة قوي. وبيبقى فيه شغال أغاني، بيبقى فيه جو ممتع كده يعني على الشط بتاع البحر، او في اجواء حلوة قوي يعني تعمل تغير مود الواحد. زي ما انتوا شايفين هنا الشط احنا ما نزلناش فيه، لان زي ما انتوا شايفين كان الفندق عامل الزلط اللي هو الصغير ده. انا مش عارفة ايه وجهة النظر يعني، بس اكيد في سبب. كان الزلط ده كان مش بيساعد حد ان هو ينزل يعني يستمتع على الشط. فمعظم الناس كانت بتنزل على البسين وكانوا بيستمتعوا كده بس بمنظر المياه يعني، كان عدد قليل. وفي نفس الوقت كان في ناس بسمع ان هم خايفين من موضوع القرش اللي في الغردقة وكده يعني. انا على العموم انا منزلتش وولادي منزلوش يعني. ومش عارفة هو ممكن القرش ممكن يجي في البداية كده عند الشط ده لو كان فيه يعني او لا. بس يعني هما الناس كانوا من باب الحرص يعني، كلهم ما كانوش حابين ان هم ينزلوا البحر. زي ما انتوا شايفين احمد هنا بقى كده عمال عايز يجيب قواقع وعايز يجيب الصدف وبيحب يستمتع. هو احمد بيحب قوي البحر. زي ما انتوا شايفين ايتن كمان هنا معاه بقى عمالين بيجيبوا قواقع وبيجيبوا صدف. وبيلعبوا بقى وبيسلوا نفسهم. هنستعد بقى عشان خلاص المدارس وراجعين تاني بقى نشوف الدراسة ونشوف الدروس والكورسات والروتين بقى بتاع كل ام اللي احنا عارفينه، اللي هو بقى ايه مسؤولية الأطفال ودراستهم. زي ما انتوا شايفين احمد بقى هنا كده جايب القواقع دي كان الكائن اللي جواها كان لسه عايش، كان حي. جاب لها مية وجاب لها زلط وحطها وفي ازازة، وعايز ياخدها يعني مع البيت يرجع نصفرها معانا يعني. زي ما انتوا شايفين هو كده بقى حاسس ان هو طالع من البحر بقى بمعجزة. هنا لقى الازازة دي كده على الشط، قعد يلعب بيها، يملى مية ويلعب في الرمل. بس الازازة دي كانت ازاز، فانا خفت عليه لا يتعور او حاجة يعني، فطلبت منه ان هو يرميها في السلة. هنا بقى كان طالع. زي ما انتوا شايفين بقى خدنا شوية صور كده وشوية لقطات. ده بقى الصدف اللي انا بقول لكم ان الكائن الحي اللي جواه عايش يعني، كان بيتحرك، عشان كده هو كان مبسوط قوي بيهم يعني.
ودايما احنا عندنا في اسماعيلية لما بنروح بيصطاد الصدف والقواقع دي، بس الكائن الحي هي بتبقى فاضية يعني مبتبقاش جواها حاجة. زي ما انتوا شايفين هنا بقى عمل لها الجو بقى والبيئة بتاعتها بقى، الراجل يعني فاهم قوي زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى هنا بقى ايه، مسكته كده وقلت له يلا بقى خلاص، يعني احنا ايه غيرنا والمايو كده على الشط، وقلت له يلا بقى كفاينا كده عشان كان خلاص وقت مغارب يعني، فخفت عليه ان هو يبرد. فقلت له تمام كده يلا بقى عشان نطلع بقى ونغير، عندنا شنط عايزة تتجهز، وعندنا يعني شوية تحضيرات ونظبط الغرفة شوية برضو قبل ما نمشي، يعني اكيد مش هنسيبها مبهدلة قوي. فهو بقى احمد بقى يعني مش عايز يضيع لحظة، يعني عايز يقعد لما النهار كله يغيب، يعني الشمس كلها تروح. وفعلا منظر البحر كان حلو قوي يعني، بصراحة احنا ما كناش عايزين نمشي، حتى ايتم بتقولي ماما احنا ممكن نعيش هنا على طول. ف كله كان معجب منظر المناظر الطبيعية كلها جميلة، منظر البحر، منظر الرمل، الشمس، الهواء، كل دي حاجات كويسة قوي يعني، تغير المود وكفيلة ان هي تطلع الواحد من اي ضغط عصبي يعني. زي ما انتوا شايفين خلاص هنا كانت الشمس تقريبا بتبتدي تغيب وخلاص، يعني كان وقت مغارب. فكنا لازم بقى نطلع بقى عشان يعني نحضر شوية من الشنط، وبعدين ننزل نتعشى ونرجع تاني نحضر لبسنا. هنا بقى كانوا خلاص بيستعدوا بقى علشان احنا خلاص كنا ماشيين، قلت لهم يعني قدامكم بالظبط 10 دقايق عشان ما فيش وقت، لازم نطلع دلوقتي. ايلين طبعا انضمت لهم عشان عرفت ان خلاص ان ما فيش وقت. زي ما انتوا شفتوا بقى كده معانا، ده كان تالت يوم لينا. اتمنى زي ما قلت لكم ان انتوا تدعموني، احنا مش هنكبر غير بيكم. اتمنى ان فيديوهاتنا تنول اعجابكم، ودايما نبقى عند حسن ظنكم. ودايما يا رب يعني نبقى دايما الفيديوهات بتاعتنا مميزة وما فيهاش اي حاجة تضايقكم. عايزة اقول لكم ايلين هنا كانت مبهدلة نفسها قوي بالروج، يعني دايما بتحبش، دايما شايفين هو في ايديها قلم الروج، يعني مكياجي كله بايظ بسببها. ما تنسوش اللي ما اشتركش عندي في القناة يضغط على زر الاشتراك، وما تنسوش حطولي لايك لو انتم ما حطيتوش من اول الفيديو. استنوني ان شاء الله فيديوهات كتير ممتعة، هنزل لكم بقى بفيديو الرجوع والعودة من السفر، وتشوفوا بقى جمال الجبال بتاعة الغردقة وانا بصورها.